صلى على النبي. فيلمنا بيبدأ بتامي بعد ما سابت بيت والدتها في سان دياغو، وسافرت تامي بعد كده تلف العالم عن طريق البحر لأنها بتعشق البحر وركوب الأمواج، وكانت بتشتغل قبل كده طباخة على مركب شراعي، فعشان كده حياتها في البحر بتكون وحشاها. فبتسافر تامي لجزيرة تاهيتي الأول، وحرفيا بتكون رايحة الجزيرة ومش عارفة هتشتغل فين ولا عارفة هتقعد في الجزيرة دي قد إيه. وده هو نفس الرد اللي تامي بتقوله لظابط الجوازات في جزيرة تاهيتي. وبتبدأ تامي تشتغل شغل مؤقت في تنظيف وصيانة المراكب واللانشات في ميناء الجزيرة علشان يبقى معاها فلوس تصرف منها على إقامتها في الجزيرة. وفي يوم بتكون تامي معاها زميلتها ديب، وهنا بيشوفوا ريتشارد لأول مرة، وبيكون ريتشارد داخل الميناء بالمركب بتاعه، وبيتعرف ريتشارد عليهم وبيطلب منهم يساعدوه في ربط المركب على رصيف الميناء. وبيبان على ريتشارد وتامي انهم اعجبوا ببعض من اول نظرة. وتاني يوم الصبح تامي بتشوف ريتشارد بيقطع سمك على رصيف الميناء، فبتجيب له معاها شوية تلج علشان يحفظ فيه السمك. فبينتهز ريتشارد فرصة ان هي قدامه وبيعزمها على العشاء على اكلة سمك، فبتوافق تامي، ولكن بتقوله ان هي نباتية. فبيقول لها ريتشارد بان هو هيعمل لها اكل نباتي فاخر، ولكن هي تجيب معاها الخضار بتاعها وهو هيعمله. وبيجي الليل وبتروح تامي لريتشارد المركب بتاعه، وبيكون واضح لتامي بان حياة ريتشارد كلها وعيشته جوه المركب دي، لان هو بيعشق البحر زيها بالظبط ويمكن اكتر كمان. وبيبدأوا يتكلموا شوية على العشاء، وبيكلمها ريتشارد عن حبه للإبحار بالمركب بتاعه رغم صعوبة وتعب ومشاكل الإبحار زي الدوخة طول الوقت، ونوعيات الأكل المحددة واللي أغلبها يا سمك يا إما معلبات، ده غير عدم الاستقرار في مواعيد النوم فوق المركب علشان حركة الأمواج المستمرة. رغم كده ريتشارد بيحب الإبحار جدا، وبيعزم ريتشارد على تامي إن هي تقضي معاه يوم في البحر على المركب بتاعه، فبتوافق تامي وهي فرحانة. وتاني يوم الصبح بيطلع ريتشارد وتامي الرحلة البحرية، وبيروحوا جزيرة وبيعوموا هناك وبينبسطوا، وبيوثقوا لحظاتهم السعيدة دي سوا بالتصوير. وهناك على رمل البحر بيقربوا من بعض أكتر، وبتبدأ بينهم قصة حب جميلة. وأثناء ما هم راجعين على المركب بيعلق ريتشارد صورهم الحلوة اللي اتصوروها سوا جوه الكابينة علشان تبقى قدامه ليل ونهار. وكمان بيدي لتامي هدية عبارة عن فستان سهرة شيك، فبتفرح سامي جدا بالفستان. وبعدها بيرجعوا تاني بالمركب وبيروحوا بالليل مطعم علشان يتعشوا، وبتكون تامي لابسة الفستان الجديد، وبيبدأ يدور بينهم كلام وبيتعرفوا على بعض أكتر. وبتعرف إن ريتشارد بنى مركبه ده من 7 سنين لما كان عايش في جنوب أفريقيا، وإن تامي أمها خلفتها وهي عندها 15 سنة. ولكن برضه برغم إن ريتشارد أكبر من تامي في السن إلا إنهم حبوا بعض بجد، وبيقوموا يرقصوا سوا. وبعد فترة بتعدي عليهم وهم مع بعض بيكونوا في يوم بيتسوقوا ويشتروا حاجات، وبيكونوا خلاص ناويين انهم يلفوا العالم سوا بالمركب. واول مكان عايزين يروحوه هو اليابان، وبيقابل ريتشارد وتامي بالصدفة راجل اسمه بيتر، وبيكون معاه كريستين مراته. وبيتر بالنسبة لريتشارد معرفة قديمة لأن ريتشارد كان بيسوق المركب بتاع بيتر زمان. وبيعرفوا ريتشارد على تامي حبيبته، وبيروحوا يتغدوا سوا كلهم. وعلى الغدا بيعرض بيتر وكريستين على ريتشارد بأن هو يسافر بالمركب بتاعهم اللي اسمها هازانا علشان يوصلها لهم في سان دييغو في كاليفورنيا، ويسيبها لهم هناك في المينا. ومدينة سان دييغو دي هي المدينة اللي كانت تامي عايشة فيها، ولحد دلوقتي أمها عايشة هناك. والعرض ده بيكون مقابل 100,000 دولار، وكمان تذكرتين سفر درجة أولى على الطيارة في الرجوع. وأثناء ما هو يودي لهم المركب لسان دييغو هيكون بيتر وكريستين خلصوا الأسبوع بتاعهم في لندن، وبعد كده هيرجعوا يعيشوا في المركب شوية. فبيوافق ريتشارد على العرض وبيتحمس هو وتامي. وبالليل بيتر وكريستين بيعزموا ريتشارد وتامي على العشاء فوق المركب بتاعهم. وبعد العشاء بيسيب ريتشارد وتامي على المركب لوحدهم علشان ياخدوا عليه وعلى المكان، خصوصا ان الرحلة البحرية دي هتاخد لها حوالي شهر في البحر. وبتكتب تامي لوالدتها جواب بتبلغها فيه ان هي راجعة على سان دييغو في رحلة بحرية، وهيكون معاها حبيبها الجديد ريتشارد. وتاني يوم بيودع ريتشارد وتامي أصحابهم في الجزيرة، وبيتحركوا بالمركب بتاع بيتر. وفي أول يوم في البحر بيستمتعوا جدا، وبيعلمها ريتشارد في اليوم ده الملاحة وسواقة المراكب والاتجاهات والإحداثيات. وبالليل بيعرض عليها الجواز، فبتوافق تامي وهي فرحانة، وبيلبسها ريتشارد خاتم بسيط هو عامله ليها، وبيوعدها بأنهم أول ما يوصلوا هيجيب لها خاتم حقيقي يخطبها بيه. وتاني يوم في البحر بيسمعوا إشارة على الراديو في المركب من غفر السواحل، وبينبه غفر السواحل على كل المراكب والسفن بأن في إعصار خطير جدا جاي من ناحية الغرب. فبيعمل ريتشارد حساباته بمساعدة تامي ويوصل لحل يبعدهم عن مركز الإعصار خالص. والحل ده هو إنهم يتجهوا لأقصى اتجاه في الشمال، لكن للأسف بيلحق الإعصار قبل ما يخرجوا منه.
وبسبب قوة الإعصار ده مش بيعرف ريتشارد يتحكم في المركب، فبيسيب الدفن للأمواج هي اللي تحركها، وبيبدأ الإعصار يشتد جدا، فبيحاولوا ينزلوا الشراع علشان الإعصار ما يقلبش المركب بيهم في المية. وبتحاول تامي تتصل بغفر السواحل علشان تستنجد بيهم، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة بيكون الاتصال مشوش، فمش بتعرف تامي تبلغهم. فبيطلب ريتشارد من تامي إن هي تنزل الكابينة علشان تستخبى من الإعصار، ولكن بتيجي موجة عالية جدا وبتقلب المركب نص قلبة، فبتقع تامي جوه الكابينة وبتتعور وبيغمى عليها، وبيقع ريتشارد في البحر ودماغه بتتخبط وبيتعور وبينزل لتحت المية. وتاني يوم بالنهار بعد العاصفة ما عدت بتكون المركب شراعها واقعة في المية، وكمان الموتور اتعطل، وبتفوق تامي من اغمائها وبتفضل تنادي على ريتشارد، وبتطلع بره الكابينة على سطح المركب، وبتتفاجئ وهي بتشد حبل الامان من البحر وبتلاقيه فاضي، فبتبكي وبتصرخ وبتنادي على ريتشارد. وحبل الامان ده هو اللي كان ريتشارد مثبته في هدومه علشان لو وقع في الميه ما يبعدش عن المركب. فبتفضل تامي تدور على ريتشارد في وسط البحر، ولكنها للاسف مش بتلاقيه، فبتروح تتصل بغفر السواحل عن طريق جهاز اللاسلكي، لكن برضه مش بتعرف تلقط اشاره ولا حد بيسمعها. فبتبدأ تبكي تامي وبتنهار لحد ما بتنام شوية، وبعدها بتقوم من النوم وبتحاول تشغل المركب لكنها مش بتدور، فبتحاول تقطع جزء من الشراع اللي غرقان في المية، فبتقطع الحبل بتاع الشراع وبيقع كله جوه البحر، وبتنزل تاني المية علشان ترجعه تاني، لكنها بتتزنق تحت الشراع وبتطلع من تحته بصعوبة، وبتكون المركب في الوقت ده بعدت عنها، فبتحاول تعوم بأقصى جهدها علشان ترجع للمركب، وبتقدر فعلا إن هي ترجع، وبتبدأ بعدها تلزق أجزاء اتخرمت في جسم المركب بسبب العاصفة. وبتحاول تامي تستخدم جهاز لاسلكي تاني، لكن المية بتعمل فيه ماس كهربي فبيتحرق خالص، فبتخرج تامي شراع احتياطي من الكابينة علشان تركبه مكان الشراع اللي غرق، وبتبدأ تشفط المية من الكابينة باستخدام طرمبة سحب وشفط وإخراج المية، وبترميها في البحر تاني. وبعدها بتركب الشراع الجديد في صار المركب علشان الرياح تمشيه بما إن هو عطلان، وبتنجح فعلا إن هي تركبه وبتفرح إن هي ركبته. وبعدها بتبص بالمنظار وبتلاقي ريتشارد متعلق فوق زرق صغير، والزرق ده كان موجود فوق المركب ووقع في البحر وقت العاصفة، فبتحاول تقرب منه بالمركب يدوي عن طريق توجيه الدفن مع الرياح. وبتنط بعدها تامي في البحر بعد ما ثبتت حبل الأمان في وسطها، وبتخرج ريتشارد من المية وبتنقذه وبتطلع بيه فوق المركب، وبتلاقي رجله مكسورة ومتعورة، فبتربط له رجله بالخشب، وبتكتشف كمان بأن ضلوع صدره مكسورة بسبب الخبطة بتاعت الشراع، فبتحاول تامي تشيل ريتشارد وبتنيمه على وضع يكون مريح ليه. وبعدها بيومين من الإبحار بيكون ريتشارد سايب لتامي قيادة المركب عن طريق الخرائط وجهاز إحداثيات الطول والعرض البحري، لأن حالته لسه ما تسمحلهوش إن هو يتحرك. وبتتفاجئ تاني بأن هم في مكان بعيد جدا عن كل حاجة، لأنهم بعيد 2000 ميل بحري عن البحث، يعني بعيد عن المكان اللي بيبحثوا فيه غفر السواحل بكل المسافة دي. ده غير ان المكان اللي هم فيه مفيش فيه اي سفينة بتعدي، ولا حتى فيه مسارات للطيارات عشان الطيارات تشوفهم. وبتحس تامي بانهم هيموتوا على المركب دي، لكن ريتشارد بيطمنها بان كل حاجة هتبقى تمام بسبب ان المركب عطلان وهم ماشيين بقوة الرياح، فالمفروض بالسرعة دي هيوصلوا كاليفورنيا في شهور مش في 25 يوم، لان الرياح عكسية وضدهم. فبتفكر تامي في فكرة ذكية، واللي هي انهم يتجهوا للغرب ويروحوا جزر هاواي، لكن المسافة هنا هتزيد 50 ميل بحري زيادة عن المسافة لكاليفورنيا، ده إذا كملوا في اتجاه الشمال لكاليفورنيا. ولكن من الناحية الإيجابية هتبقى الرياح في ظهرهم ومعاهم في اتجاه الغرب، فبيوافق ريتشارد يروحوا هاواي، وبيقول لها تلف الضفة على درجة معينة علشان يتجهوا ناحية الغرب. وبعد 5 أيام من الإبحار بتكتشف تامي إنهم انحرفوا عن طريقهم، واللي المفروض إنهم ظابطين نفسهم عليه، وبكده بعدوا عن هاواي مسافة 18 ميل. وبترجح تامي إن السبب في اللي حصل ده ممكن يكون تقديرات غلط في حساباتها، وإن ضفة المركب مش مظبوطة أصلا، وبتنحرف لوحدها في وجهة المركب لمكان تاني. ومع الوقت بيبدأ الأكل والمية والشرب اللي معاهم يخلصوا، فبيضطروا إنهم يوفروا شوية في الأكل والمية اللي باقيين معاهم. وبعد 10 أيام من الإبحار بتضطر تامي تتنازل عن إن هي نباتية، وبتنط في البحر علشان تصطاد سمك وتاكله،
لكن قلبها مش بيطوعها تقتل سمكة، فبتطلع تاني للمركب ولكن بينزل عليهم مطر، فبيفرحوا وبيحوشوا منه كميات في جراكن وأزايز. وبعد مرور 29 يوم بيكون الأكل والشرب خلاص خلصوا خالص، وفي ليلة بتعدي سفينة شحن كبيرة من جنبهم، فبتفضل تامي تنادي عليهم لكن مفيش حد بيسمعها ولا بيشوفها، وبتعدي السفينة من جنبهم وبتمشي. فبتبدأ تامي تنهار لأن هي حاسة بإن نهايتهم قربت هي وريتشارد، لكن برضه بيحاول يطمنها علشان يخليها تتماسك لأن هو متأكد من ذكائها ومتأكد إن هي هتقدر تعمل أي حاجة علشان تنقذهم. وتاني يوم تامي بتحاول تخلي ريتشارد فايق على طول علشان ما يستسلمش للألم ويموت، ده غير إن هو جعان وعطشان، وبيطمنها بإن بقالهم 690 ميل ويوصلوا جزر هاواي. وبعد أكتر من 33 يوم إبحار بنكتشف إن ريتشارد مات أصلا وقت العاصفة لما راسه اتخبطت في الشراع وغرق، وإن طول الوقت اللي فات في البحر ده كانت تامي مصابة بهلوسة، وتخيلت إن هي لقيت ريتشارد وأنقذته، وإن هو كان معاها على المركب لحظة بلحظة من ساعتها، ولكن حبها ليه وحبه ليها هو اللي ألهمها تتصرف صح وتحاول تبحر بالمركب مهما كان عطلان، وحبهم ده هو اللي نساها طول الوقت اللي فات. ولكن تامي رغم إن هي فاقت من الهلوسة دي وأيقنت بإن ريتشارد مات، إلا إنها برضه هتموت قريب لأن لا معاها أكل ولا شرب ولازم توصل لهاواي بسرعة. فبتصطاد المرة دي تامي سمكة بجد وبتاكلها وهي نية كمان لأنها هتموت لو ما أكلتش وشربت. وبيمر عليها في البحر 41 يوم وبتتفاجئ تامي بحمامة جاية فوق المركب، وده معناه إن في منطقة قريبة من المكان. فبتبص تامي بالمنظار وبتلاقي جزيرة فبتفرح جدا، وبتبص تاني وبتلاقي مركب صغيرة فبتضرب لهم مسدس إشارة الطوارئ وبيشوفوها وبيروحوا لها علشان ينقذوها. ورغم اللي شافته كله بترجع تامي لجزيرة هاواي تاني وبتقرر تبحر بمركب ريتشارد اللي سايبها هناك، وبتقرر كمان إن هي ما تبطلش إبحار لحد ما تموت زي ما كان ريتشارد بيعمل علشان دايما تحيي ذكرى ريتشارد. وبكده يكون ملخصنا خلص. لايك للفيديو لو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات، واشترك معانا في قناة ملخصات فلامانكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديدة. وما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك والانستا والتيك توك، وصلي على النبي.